انا ماني خايفه اساسا من شيء. انتوا عالم وحوش، انتوا بلالب. بنت عندك مريم، بنتك صار عمرها 13 14 سنه، عندك مريم، ولا خاف على بنتك، خاف عليها، ولا مالي قلب ادعي لك عليها، لانه هيدي طفله ما ذنبها، مش هي اللي اذيتني، بيا اللي اذيني. ولا خاف على بنتك، ولك الدنيا كارما حتلف تلف تلف وتروح. يا رب دخلك الله يستر عليا لهالبنت، والله ما إلي قلب فوق كل شي عم تعملوا فيني، وكل هالظلم وكل هالتجريح وكل شي أذية عم تجرب تعملها فيني، ما إلي قلب، لأنه هي طفلة بريئة ما لها ذنب إني أدعي عليها. بس خاف على بنتك، لك خاف عليها، ولك خاف يجي واحد ابن حرام مثلك ويعمل فيها اللي أنت عملته فيني. ثلاث سنين من بساير لاخر شي فقدت الامل منك. انا بنت فقدت الامل منك، وصلت للي بدك اياه. كل ما اجرب انا اوقف على اجري واشتغل تعمل لي مصيبه وبتلهيني فيها، تدفش عالم علي، وبصير انا ويلي هالحرب اللي نازل علي، ويلي انا شغلي ركز عليه، عندي الف شغله اقعد ركز عليها، ويلي ابني بده اهتمام مني وبده رعايه من امه، ويلي انا حياتي، انا انسانه كمان بدي استمتع بحياتي. شو عم تعمل فيني؟ ولا شو عم تعمل فيني؟ ولك انتو كلياتكم هلا اللي عاملين حمله هجوم علي، ولا انا شو عملت لكم؟ انا شو عملت لكم؟ وحده عبالها تنشهر تشتهر ما بعرف شو، يا اختي شلحتي وانشهرتي، يا اختي شو بدك فيني؟ ولما انت جيتي قلتي لي من كم شهر لما شفتك، ما انت جيتي خبرتيني عن امين حمد، ما انت جيتي خبرتيني عن شيراز. شو بدك فيني يا اختي؟ انت شو بدك فيني يا اختي؟ ضلك شلحي 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 يا اختي، هيدا جسمك وهي حياتك وخلص. مش حرية شو ما بعرف شو، وعقلي استرالي وعقلي بطيخ وعقلي ما بعرف شو. يا اختي ما حدا له فيكي، انت حرة نفسك، بس ما تتعدي على غيرك. نزليني بقى، نزليني عن ظهرك. انه انت يعني الي باسيل وامين حمد وشيراز قالوا لك ضلك تحركشي فيها، بدنا اياها ترد عليكي. طيب انا رديت عليكي، بس صار الموضوع كتير ثقيل وبايخ يعني العمى. ولي انا ما بفتح لايف، ولك انا ما الي جلاده، انا عندي الف شغله اقعد التهي فيها. ولي حلي عني بقى، روح كب جنونك على حدا غيري. يي اسا كل شوي وحاج تعملي، حاج تفوتيلي من فيك اكاونت وتقعدي تكتبي لي قصص. ولي حاج، ولي ارحمي حالك. ولي انت صح بنت مريضة بعقلاتك، بس انت منك سهلة، انت خبيثة. انا برحة كنت كتير متعاطفة معك، بس اليوم اللي عم شوفه لا لا، شي كتير هيك، خلص. وبتمنى منكم ما بقى حدا يكتب اي تعليق فيه مسخرة. يلي ما عاجبه مش مصدقني يطلع من اللايف ويحل عني يا خيي، خلص حلوا عني. وين الشرطة روح اشتكي عليهم؟ ما اشتكينا، ما اشتكينا، وهلا هيدي شكوى رابعة. ولي حشدت عليكي شكاوي، ولي هول اللي عم يحردوكي ليكي شو فارق لهم؟ واحد مثل الجردون قاعد بكندا، والتاني قاعد حاطه اجر على اجر هيدي الترافستي شيراز، والتالت قاعد عم يقول لك ايه مشان وصلك لمليونين وثلاثة وعشرة ضلك تحركشي بقمر، وضلك ما بعرف شو، لو خليها ترد عليكي ونحن بدنا اياها ترد عليكي. لك
ولك 3/4 العالم عم يبعتولي مين هاي انجي، نحن ما بنعرفها. 3/4 الناس اللي انا بعرفهم عم بيلوموني، عم بيقولوا لي ليش رديتي عليها يا قمر. ولك 3/4 الناس عرفوها منك، يعني الناس عرفوكي من وراي. انت شلحتي وابدعتي، يعني ما شاء الله ما شاء الله يعني. بس في ناس ما شافتك، لانه وفوتوا بشوفوا هيك قصص، صاروا بدهم يعرفوا مين هي هاي، شو مين هي هاي. خلص برافو، اخدت اللي بدك اياه، حلي بقى عني، حلي عني. يعني بعد شوي حقول ما بقى بدي ساعدك ولا بقى بدي عالجك، بدي خليكي هيك مريضة وحطك بالحبس بمرضك. اشفقنا عليك، طلعتي دعيتي علينا، رايحة هيبشي حالك. ليش هيك عملتي بحالك وليش شوهتي بحالك؟ كرمال شو يعني؟ انه كرمال تبليني وتبلي ادم؟ شو انه ادم انت بباله يا اختي؟ او انت ببالي مثلا؟ حلوا عننا، لانه نحن اللي فينا بيكفينا. حلوا عننا. الي باسيل خلص، عن جد شي بلعن نفس. طالعة صوتك مثل الزمور اللي ما بعرف شو هو. روق على شو؟ روق روق روق، ما بدها هالقد كتير عشتها انت كمان، حاجة تعيشها ولا اهبال؟ منك طبيعي. انت اكيد انت كمان متخلف عقليا، لانه اللي بيعمل هيدي القصص منه شخص طبيعي. ليكو هلا انتو وين حاطيني؟ ما انا اذا بسكت بيقولوا انه ليه قمر ساكته ما عم تطلع لايف وتحكي. ليكو هيدا كيف عم يهاجمها وهي ساكته، يبقى هي مزبوط هيك وخايفه. انا ماني خايفه يا عمي، ما انا امبارحه طلعت حكيت شو انا كل شوي، يعني ما عندي شغله ولا عامله بحياتي غير اطلع افتح لايف واقعد رد على الهبل والمسخره تبع الي باسيل وانجي وامه ومدري مين. ما عرفتوني. لنحكي عن البنت اللي اسمها ميريام. هيدي البنت بعتولي اللايف تبعها وشفت. مش عيب الواحد اليوم يغلط، واشخاص حده يعني اللي هي امها ركضت عند بنتها ووقفت هالمسخره، ووعتها لبنتها وقالت لها انت اللي عم تتصرفيه غلط، لانه هيدي ام خافت على بنتها. اوكي، صلحت غلط البنت. طلعت قالت انه انا ما فيني افوت بمشاكل، وانا انا ما بحب الظلم، وانا يمكن ما بعرف اذا منكم حدا حضر اللايف تبعها. وقالت خبرت الخبريه انه الست انجي كانت جايه مع واحد صاحبها، وصلها وطلعت وقالت لها لرفيقتها مريم انه انا هبشت بحالي. طبعا البنت خافت. امها تواصلت معي، قالت لي عم تهددنا الست انجي، عم تهددني انا وبنتي وانا خايفه. لا لا حبيبتي ما تخافي، مريم ما تخافي. انت بنت اليوم غلطتي فيني وقلتي شو السبب، وقلتي مين وجهك انك تغلطي علي وتحكي هالحكي كلياته عني، واعتذرتي. انا بسامحك. اما تتوجهي لهم تروحي تقولي لهم انه انا بعمل وبسوي فيكم وتهدديهم، ما فيك تعملي معهم شيء. نجوى لم جنونك عن العالم. هاي انا قدام الكل، هيدي البنت هي وامها اذا بيصير معها اي شيء بتكوني انت، لانه انت هددتيهم. سامعه؟ عادي عقلي ببيتك، روحي تعالجي، شوف شو بدك تعملي. خلي بدك تضلك ورا الي باسيل وهيدي العالم وهالجوره، هيدي جوره المجارير هاي، انت حره ضلك غاطسه فيها، هذا شيء بيرجع لك. بس حلي عنا لهيدي البنت. هيدي البنت وعيت على حالها، اما وعتها وفهمتها، قالت انا موديل. اوكي، هي موديل، ما حدا فيكم له معها. اليوم الموديل بتلبس مايو، بتلبس لانجري، هيدي موديل. اوكي، قالت انا
غلطت بكم مطرح، انه تسرب لي فيديو شلحت سمت اسم حدا ما بعرف مين، مش مذكر اللي ذكرت اسمه، انه هو قال لي وهي قالت لي انجي انه يلا هلا بتنزلي فيديو وشيل الكفر الحرام عنك وبيني صدرك. يعني اذا انت يعني والله انا هون ما بقتنع انه انت تعبانه بعقلي، لا تعبانه بعقلتك، بس انت وحده خبيثه 100%. كمان عم تعلمي البنت شو تعمل. فما تفكري حالك انك تستقوي عليهم، لانه انت قلتي كلمه، نحن مش عايشين بغابه 100%، نحن مش عايشين بالغابه. وهيدا التهديد اللي انت هددتيها لمريم وامها، بتعرفي انت هلا اذا بصير معهم هول شيء انت اللي بتتحمل المسؤوليه. ليش؟ لانه البنت يعني اجت امها وفهمتها وقالت لها هيدا الشيء غلط اللي عم تعمليه، وهيدي انجي عم تمشيكي بطريق الغلط، ووعيتها لبنتها ونصحتها، وبنتها طلعت قالت سوري انا واعتذرت وسامحوني وما بعرف شو. شو بدك يعني؟ شو؟ انتبهي على ابنك احسن انك قاعده تحكي. نازله فيني انت هلا، يعني انت مش ناويه انك تلمي حالك. ضلك فوتي واعملي وطلعي من اكونت فيك وفوتي من اكونت فيك وسبسبي انه ده اي شغل لك انت يلي عم تستفرغ، ريتني استفرغ عليك يا مقرف. انا كل اللي قلته وكل اللي عم جرب فهمكن اياه، فهمن اياه انه هن كل هالشي هذا اللي عم يعملوه معي لا يأذولي شغلي. انا فنانه الي اسمي، انا ماني فاتحه الانستغرام تبعي بورنو، وبالاخر كل واحد هو حر، بحب يعمل افلام اباحيه، بحب يعمل بورنو، بحب يكون موديل، بحب يكون فنان، بحب يكون كلاس، بحب يكون رخيص. كل واحد عقله براسه بيعرف خلاصه، وما حدا له مع حدا. لحظة عم لنشوف شو عم تخبصوا. لا بجرب فرجيكم شي شو عم يصير. رقمي انا هيدا حغيره، بس انا كل يوم شي 50 واتساب يجيني من جمال مروان يبعت لي هيك. تفضلوا شوفوا. لو عايز تدخل جروب سكس المزرطية مزرطية على الواتساب، ابعت الفيديو ده للادمن، عشان مش عايزين ناس تدخل الجروب تبوظ وتعمل لنا الشيخ. ده الشرط الوحيد للي مش هيعمل كده، هيعمل له بلوك الادمن، وده رقم الادمن. حاطط لي رقمه، حاطط لي رقمه. هات لنشوف شو هاي. هيدي شو هاي؟ معقولة يعني؟ ولما هيدي صورة من الانترنت طالعة، هاي شو؟ الله يعينك يا مريم، الله يعينك يا مريم مروان على ابوك جمال مروان. جد حوجه رسالة لمنى عبد الناصر، ومع كل احترامي لإلك يا ست منى عبد الناصر،
يلي بيك جمال عبد الناصر تاريخه كبير، احترمي اسمه لبيك، احترمي اسمه لبيك، احترمي عمرك واسمك وعيب. عيب عليكم. اذا يعني ما بعرف انت على شو مربيتي لجمال مروان، على شو؟ على الحقد والكره واذية الناس؟ ها هي تربيتك لإله؟ انت شو يعني؟ شو اذا انت يعني منى عبد الناصر يعني انا يعني حخاف منك؟ بدكم تقتلوني؟ اقتلوني بس اخد حق ابني. ماني خايفة منكم، هاي قدام كل العالم.